بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أترحم على شهداء الشعب الفلسطيني في شقي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، وأسأل الله عز وجل أن يفرج كرب شعبنا، الشفاء العاجل لجرحاه وفك قيد أسراه، وأن يرفع الكرب والبلاء عن أهلنا في الضفة وفي غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك نية لتمرير قرارات بقانون تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني. كنت قد تناولتها في فيديوهات سابقة تتعلق بأصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون التنفيذ، وقانون التأمين، وقانون الضمان الاجتماعي، وأيضا المساعدة القانونية، وأيضا قانون العقوبات، وقوانين أخرى تمس حقوق الناس في حياتهم اليومية، ومنها ما يتعلق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيداو. سأتكلم اليوم عن قانون مهم اجتماعي إنساني بالدرجة الأولى، مشروع قرار بقانون التأمين المعروض من قبل هيئة سوق رأس المال. قانون التأمين الأصل إنه تعويض مصابي، طبعا إحنا نعرف الجزء المتعلق بمصابي حوادث الطرق. مصابي حوادث الطرق الجزء الرئيسي المركبات اللي عليها تأمين إلزامي. أنا اليوم بدي أقول إنه القانون طويل، اللي هم طبعا هالأصل أن يصدر من مجلس تشريعي وبرلمان منتخب، لأنه قانون يمس حقوق الناس، يشمل على كافة أنواع التأمين وكيف شركات التأمين. أنا رح أتكلم عن اللي بهمني، ما يهمني، ما يتعلق بحقوق مصابين حوادث الطرق. ما هو جاء القانون؟ قانون أسميه قانون هيئة سوق رأس المال، والأصل أن يأتي القانون ليوازن بين المصالح، ما بين المصالح المتضاربة، بيجي بيوازن بين مصلحة المصاب وبين مصلحة شركات التأمين، أو مصلحة الشركات العاملة في التأمين، أو صندوق المصابين أو غيره. لكن أن يأتي قانون ليسحق التعويضات فهذا بحد ذاته خلل خطير. أولا أنه ما بصدر من جهة تشريعية، ونقطة ثانية أنه يهضم الحقوق الأساسية للمصابين. الآن اللي بنتكلم الآن عن القانون اللي القرار بدهم يصدروه، الآن بيتكلموا عن اللي هو التأمين. هون بالنسبة لحادث الطرق، ضيق في حادث الطرق التعريف اللي أورده. الأصل أن أي تعريف يجب أن يتم إيراده أن يشتمل على الحالات، لأنه حتكون حالات حصرية إلا إذا ذكروا على سبيل المثال، يعني مثال كذا كذا هو الحادث، أو أي حادث مثلا وقع كذا وكذا. وهنا أتوقع أنا إنهم رح يصدروا حسب ما هم معهم صلاحيات، يصدروا نظام أو لائحة تفسيرية يضعوا فيها التعريفات التشريعية التي هم يروها، وهذا خلل يكون في التشريع. الأصل إنه التشريع بصدر كاملا مستوفيا، ما بيكون في نقص. في نقطة تانية برضو شملت أيضا من التعريفات الأخرى الموجودة، مثلا بدي أتكلم عن أيضا تم سحق التعويضات من خلال تعيين المرجع الطبي. المرجع الطبي اللجنة المشكلة وفق هذا القرار بقانون، والتشريعات اللي حتصدر عنه بموجبه، بمعنى إنه اللجان الطبية في وزارة الصحة المشكلة من خمسينيات القرن الماضي بوفق نظام، هذه راح يتم إلغائها أو لا يتم في قضايا التأمين. يعني لجنة مشكلة بموجب قرار هيئة سوق رأس المال والتشريعات التي ستصدر عن هذه الجهات. هذا بحد ذاته خلل كبير جدا، إنه راح يجعل من جهة هي لها مصلحة إنه هي تكون إيش؟ هي التي تضع العجوزات، هي التي تضع المرجع الطبي. هون في نقطة تانية اللي حاب أحكيها، النقاط الأساسية، النقاط المحددة اللي بدنا نحكيها، إنه عقد التأمين هو من أبرز عقود الإذعان.